أهلا بيكم في نودي وأسماء. أنا نودي وأنا أسماء. هعمل معاكم كيكة البسكوت الباردة. خطواتها سهلة وطعمها حلو قوي، وبتبقى حلوة في المناسبات وأعياد الميلاد. معانا 200 جرام من اللبنة و200 ملي من كريمة الخفق، وممكن نستبدل كريمة الخفق واللبنة ب2 باكت من كريم شانتي. نخفقهم لحد القوام ما يتماسك ويتقل، ونضيف عليهم علبة قشطة. ومعانا 100 جرام من الشوكولاتة البيضاء، و3 معالق كبيرة من مربى الفراولة. ممكن نستخدم أي نوع مربى تانية. أول خطوة هنسيح الشوكولاتة في حمام مائي سخن. نحط الطبق اللي فيه الشوكولاتة على حلة فيها مية سخنة من غير الطبق ما يلامس المية. هنخفق الكريمة مع اللبنة، ولو حابين القوام يبقى أتقل هنخفق الكريمة الأول لحد القوام بتاعها ما يتقل، وبعدين نضيف اللبنة. بس احنا هنخلي القوام سايل شوية عشان أثناء التقديم هتلاقوا الكريمة بتسيح معاكم وبتدي شكل حلو. هي مسألة شكل مش أكتر، فالقوام ده حسب الرغبة. دي الشوكولاتة بعد ما ساحت هنخليها تبرد ونضيفها على خليط الكريمة ونخفق. ده القالب بطلناه بستريتش أو ممكن بأي كيس نايلون علشان يبقى سهل نخرج الكيك منه. لو هنستخدم قالب سهل الفتح مش هنبقى محتاجين نبطنه. نرص البسكوت لحد ما نغطي سطح القالب تماما. نضيف طبقة خفيفة من خليط الكريمة ونوزع عليها المربى، وبتكون بدرجة حرارة الغرفة علشان تبقى سهلة في التوزيع، أو ممكن نقلبها كتير بالمعلقة هتفك معانا وتسيح، أو ممكن نحطها على حمام مية سخنة هنلاقيها ساحت معانا وبقت تمام، أو ممكن نحطها على نار هادية هتسيح معانا برضو. هنفضل نحط طبقة بسكوت، طبقة كريمة، وحبة من المربى، وهكذا. وصلنا لآخر طبقة. على الأطراف هنحط البسكوت السليم، والفراغات الداخلية هنحط لها البسكوت المكسر. نخبط القالب علشان نوزع الخليط كويس. دول 100 جرام من الشوكولاتة البيضاء، دوبناهم بمعلقتين كبار من كريمة الخفق السخنة علشان الشوكولاتة تسيح معانا. نضيفها على الوش ونوزع المربى بشكل عشوائي علشان تدينا شكل، وممكن كمان نوزعها بأي طريقة احنا عايزينها. علشان الكريمة سايلة ومش تقيلة هنحط الخليط أول ساعة في الفريزر، وبعدين نحطها ليلة كاملة في التلاجة. لو الكريمة تقيلة هنسيبه في التلاجة ليلة كاملة من غير ما نحطه في الفريزر. ده شكلها النهائي، قوامها بيبقى هش وخفيف وبتتقطع بسهولة. طعمها حكاية بجد، رهيب قوي. إن شاء الله تجربوها وتقولوا لنا رأيكم فيها.